قتل جنديان يمنيان على الأقل وأصيب آخران في تفجير انتحاري استهدف مركزا أمنيا بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت الشرطة إن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما قرب مركز أمني، وإنها تمكنت من اعتقال ثالث قبل أن يفجر نفسه. وكان 9 من الحوثيين قتلوا في كمين نصبه مسلحون قبليون في مديرية الزاهر. وفي صنعاء لقي القيادي في جماعة الحوثي عبد الكريم الخواني مصرعه برصاص مسلحين مجهولين. للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا عبد العزيز الهياجم. إلى ذلك أفادت مصادر يمنية بأن اللجان الشعبية سيطرت على مبنى محافظة عدن جنوب البلاد بعد اشتباكات مع قوات الأمن المتمردة على الرئيس عبد رب منصور هادي، في حين قتل 4 أشخاص في اشتباكات بين مسلحين قبليين وقوات الحماية النفطية في حضرموت. يأتي ذلك في وقت خرجت فيه مظاهرات في عدة مدن في البلاد أحياء للذكرى 4 لمجزرة الكربة. المزيد مع مراسلنا بشير عقلان. تو عن تعزيزات قادمة من قوات المهمة الخاصة نحو المبنيين ربما لتحريرهما من سيطرة اللجان الشعبية وتسليمهما للشرطة العسكرية كحل وسط بعد قطع لعدد من الشوارع في مدينة عدن، فيما الجانب الشعبي الجنوبي خرج بتظاهرة كبيرة تقدمتها فصائل الحراك الجنوبي وكتله الشعبية للمطالبة بفك الارتباط واستعادة الدولة. عنونت التظاهرة بالقرار قرارنا، وفيها ألقي بيان تضمن مطالبات عدة، ومنوها البيان أن لا علاقة لهوية الجنوب أرضا وشعبا بتفاصيل الحوار الجارية. وردني بأن الرئيس هادي التقى بسفير فرنسا وأكد تمسكه بالثوابت الوطنية ونتاجات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني لما تمثله كما قال من طوق نجاة لليمن الجديد وبناء مستقبله. وأيضا لوح الأخ الرئيس عن تعرضه للاستهداف الشخصي كثيرا في سبيل الأهداف المرجوة بالنسبة للثوابت الوطنية والتي هي خيارا غالبا لليمنيين، فيما عزز الأخير حرص بلاده على أمن اليمن واستقراره، مؤكدا أن الحل لن يكون إلا بالحوار. في غضون ذلك كشفت صحيفة واشنطن بوست عن فقدان وزارة الدفاع الأمريكية مساعدات عسكرية قدمتها إلى اليمن تقدر قيمتها ب$500 مليار. هذه الادعاءات ليست هي الأولى من نوعها، فقد تكرر ذلك أكثر من مرة خلال حرب التحالف ضد تنظيم داعش، ما يطرح تساؤلات حول سوق سلاحها وتسعيرها لنيران الحروب. هذه التساؤلات أو المزيد مع الزميل أسامة الحمد هنا في الاستوديو. إليك أسامة.